Free audio post-production by alphonic.com. نوركاست. سلاما طيبا عليكم أصدقاء وصديقات نور كاست الأعزاء، وحشتوني جدا جدا. حلقة النهاردة هتكون مختلفة تماما، لأن هنناقش فيها قضية مهمة الجيل بتاعنا كلنا بيمر بيها من خلال قصة حقيقية حصلت لبنوتة من الجيل بتاعنا. حضروا مشروبكم المفضل اللذوذ اللي اتعودنا عليه في كل حلقاتنا، ويلا بينا نبدأ. نوركاست. في بنت من 7 سنين بس كانت عايشة حياة شكلها هادي جدا جدا من بره، بس في الحقيقة هي فاضية من جوه. يومها كله كان عبارة عن مذاكرة وأكل ونوم وبس، ودي كانت حياتها في العادي عموما. لا كان عندها طموح ولا أحلام، ولا حتى كانت تعرف يعني إيه تصلي من قلبها أو تكلم ربنا كأنه أقرب حد ليها. بالبلدي كده زي ما بنقول كانت عايشة على الهامش، بتحاول ترضي الناس على قد ما تقدر، وتقدم تضحيات طول الوقت عشان اللي حواليها ما يبعدوش، سواء أصحاب، قرايب، أي حد يديها إحساس مؤقت إنها مش لوحدها. وكان أغلى حاجة في حياتها وأغلى ما تملك باباها ومامتها. حبهم كان أمانها وسندها ودنيتها كلها عموما يعني، لحد ما حصل اختبار قوي جدا من ربنا عشان تفوق وترجع تشوف حياتها تاني. واللي حصل ما كانتش مستعدة ليه. فجأة باباها ومامتها تعبوا تعب مش بسيط، تعب يخلي الدنيا تتهز وتخلي المسؤولية تقع على كتاف عمرها ما شالت هم نفسها حتى. هنا بس بدأت الحكاية تتكتب من أول وجديد. البنت بدأت تفهم إن الصلاة مش عادة، دي نجاة، وإن القرب من ربنا مش وقت الأزمة وبس، ده الحياة نفسها. بدأت تدعي من قلبها لأمها ولأبوها ولنفسها ولإخواتها كمان. بدأت تشوف الدنيا من منظور تاني، واكتشفت إن جواها حاجات عمرها ما كانت حتى تفكر تدور عليها أساسا. قراءة، مواهب، شغف. كل يوم كانت بتكتشف حتة تانية منها وشخصية جديدة تماما عن اللي قبلها. كل لحظة كانت بتقرب أكتر من نفسها الحقيقية، وتكتشف إن جواها مخزون مواهب كبير جدا ما كانتش تعرف عنه أي حاجة. وبعد سنين كتيرة قوي من التوهان بقت شخصية مختلفة تماما، قريبة من ربها، وشخصية واعية وشغوفة، عندها اهتمامات وأهداف وسبب جديد للحياة تعيش عشانه. رغم إن التطور المادي كان بطيء، لكن التطور الحقيقي كان جواها، وكان كفاية يخليها تقف على رجليها من تاني. والخلاصة، لو حد وقتها قال لها بعد كام سنة هتكوني إنسانة تانية وقلبك متعلق بربنا أكتر وأكتر، ما كانتش هتصدق. بس النهاردة هي الدليل الحي إن الوجع ساعات بيبقى بداية النور، وإن ربنا لما بيهزك وبيحطك في اختبارات انت ممكن من جواك ما تبقاش مصدق إنك قدها، بيبقى ناوي يبنيك من جديد. وفي الحقيقة الحكاية دي مش بس عن بنت، الحكاية دي عن جيل كامل بقى عبد الشاشة، سواء موبايل، لابتوب، انستا، تيك توك، أي حاجة ليها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي. حياة كاملة بنشوفها من وراء إضاءة ليد، نقارن نفسنا ونجلد نفسنا وننسى نعيش الحياة بجد. بقينا ندور على نفسنا في ستوري وقد ايه الناس شافت الستوري بتاعتي حلوة ولا لأ، بندور على قيمتنا من لايك أو كومنت، وننسى إن المعنى الحقيقي مش هيجيلنا واحنا قاعدين في مكاننا. الحياة مش على الشاشة، الحياة جواك انت، جوا لحظة
صدق مع ربنا، جوه هواية بتلمس روحك، جوه تجربة بتقويك حتى لو وجعتك. قوم واكتشف نفسك وقول لنفسك: أنا أستحق أعيش بجد، مش أتفرج على الحياة من بعيد. أنا مش هبقى من الجيل اللي بيهرب كل يوم من نفسه في فيديوهات قصيرة وضحك مصطنع وسكرول ملوش نهاية. جيل كل ما يحس بالفراغ يفتح الموبايل، كل ما يتعب يلبس السماعة ويسيب نفسه يغرق في حاجات عمرها ما هتملاله قلبه. بقينا نخاف من السكوت، نخاف من المواجهة مع نفسنا، نخاف نقعد لوحدنا من غير شاشة. بقينا نصدق إن كل الناس عايشة حياة مثالية إلا إحنا، وكل ما نحاول نجري ورا الصورة نقع أكتر جوه المقارنة وننسى نحب نفسنا زي ما إحنا. بقينا نحط فلتر على وشنا وسايبين روحنا من غير أي فايدة، متلخبطة ومتألمة ومحدش واخد باله. ورسالة نهائية للجيل ده وليا أنا شخصيا: قوم من على سريرك، من على كرسي موبايلك، من دايرة الوحدة اللي بتتسمى راحة. قوم ودور على نفسك بجد، مش في شاشة ولا في رقم في حساب ولا في عدد المتابعين اللي عندك. دور على نفسك في سجادة الصلاة، في حفظك للقرآن الكريم وقربك من ربنا أكتر، في صفحة من كتاب هتتعلم منه فايدة، وفي لحظة صدق بينك وبين ربك. اللي رجع البنت دي للحياة ما كانش ترند ولا رياكشن، كان لحظة بس خليتها تكتشف إن عمرها ما كانت بتعيش، كانت بتتفرج وبس. لو انت من الجيل ده لسه عندك فرصة توقف المزيكا اللي بتغطي على وجعك وتسمع قلبك وهو بيقولك: أنا تعبت من التمثيل، أنا عايز أعيش. اوعى تستنى يحصل لك مصيبة عشان تصحى، لأ، انت محتاج تصحى دلوقتي. وقول لنفسك بصوت عالي: أنا مش نسخة من أي حد، أنا نسختي هي الأصل اللي لازم أكتشفها بنفسي، بعيد عن الزحمة وبعيد عن التزييف. أوقات كتيرة قوي النجاة بتيجي من لحظة مواجهة، لما تقف قدام نفسك وتشوفها بعينيك من غير فلتر، من غير مجاملة. لما تسأل نفسك بصدق: أنا مين، وعايش ليه، ورايح على فين؟ جيلنا اتحاصر في شاشات وتعود يلم جروحه بكتمة وضحكة نص كم كده وسكوت طويل. بس اللي لازم نعرفه إنك مش هتلاقي نفسك وسط الزحمة، ولا هتسمع صوتك وسط الترندات اللي موجودة دلوقتي، ولا هتحس بوجودك الحقيقي وانت بتقلد غيرك وتنسى روحك. في بنت واجهت الحياة وهي لسه في عمر الورق وقامت، اكتشفت واتبدلت وتصلحت من جوه، مش عشان كانت أقوى من أي حد يعني، لكن عشان سمعت النداء وما طنشتوش. وانت كمان ممكن تكون الحكاية دي بدايتك. مش شرط تستنى مصيبة ولا خسائر، كفاية تبص لنفسك وتقرر إنك تعيش الحياة مش تتفرج عليها. Free audio post production by alphonic.com.